السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن مدرب جديد مرشح لقيادة النادي الأهلي، وهو المدرب هنريك ريدستروم. مدرب سويدي الجنسية، درب في بداية مسيرته التدريبية عدة فرق، منها فرق الشباب في السويد. بعد كده درب نادي مالمو، وحصل معاهم على بطولتين دوري وعلى كأس السويد. حصل على بطولتين الدوري سنة 2022 2023، وعلى البطولة التانية 2023 24، وحصل على كأس السويد مرة مع نادي مالمو. درب نادي مالمو في 126 مباراة، فاز في 74، تعادل في 21، خسر في 31 مباراة. هنتكلم عن أسلوب اللعب. أسلوب اللعب بيلعب بخطة 4-2-3-1، الخطة المشهورة جدا، وبيلعب بخطة تانية 4-3-3، وبيعتمد على التمركز والمرونة. أسلوب لعبه باختصار: بيلعب هجوم مبني على الاستحواذ، بناء اللعب من الخلف، واستغلال الأجنحة، والضغط لاسترجاع الكورة بسرعة. وهنتكلم في النقطة الأخيرة، وهي إقالة المدرب هنريك رايد ستروم من نادي مالمو السويدي. أولا بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق التوقعات الرياضية للفريق، رغم أن الفريق قدم له كل الدعم الفني والدعم الموارد اللي طلبها. طبعا احنا قلنا اولا مفيش ثانيا اصلا، وده كان نهاية الفيديو. لو انت اول مرة تتفرج عليا ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل لو انت اهلاوي وعايزني استمر. طبعا هشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.